الاهلي في مواجهه بيراميدز في نهائي كاس مصر، وزي ما كلنا عارفين مباريات الاهلي وبيراميدز بقت لا تقل اهميه عن مباريات اهلي وزمالك او اهم مباريات الكوره في مصر. ولكن دلوقتي في مشكله كبيره جدا، وهي مشكله الجمهور. طبعا اتحدد 20,000 مشجع للمباراه، 10 للاهلي و10 لبيراميدز. بكل تاكيد جمهور بيراميدز مش هيجيب ال 10,000 مشجع، فبالتالي اتقال ان ممكن ال 10,000 دول يروحوا لجمهور النادي الاهلي، ويبقى جمهور النادي الاهلي هو اللي يحجزهم، او المتبقي من ال 10,000 اللي معمولين لبيراميدز هيروحوا لجمهور النادي الاهلي. ولكن ده ما حصلش، وطلع مسؤول من شركه تذكرتي قال لك ان تذاكر بيراميدز ال 10,000 بالكامل اتحجزوا. طبعا ما عنديش ادنى مشكله ان ال 10,000 يكونوا موجودين على السيستم في تذكرتي، يتحجز منهم اللي يتحجز، والباقي مش مشكله يروح، مفيش مشكله، مش شرط يروح للنادي الاهلي، ولكن اللي يتحجز منهم يتحجز. ولكن الكارثه والحاجه اللي اثارت الجدل او الحاجه اللي ضايقتني ان انا بدات اشوف ان في ناس بتدعي بعض من الجمهور ايا كان انتمائه ايه ان هو يحضر المباراه وهيجيب له التذكره مجانا. وبالفعل ابتديت اشوف فيديوهات كتيره جدا فيها تذاكر لمباراه الاهلي وبيراميدز بكميات كبيره. طيب التذاكر دي اتحجزت ازاي؟ الفان اي دي من المفترض ان هو معمول علشان تحجز تذكرتك بالفان اي دي بتاعك. ازاي التذاكر دي اتحجزت كلها بالكم ده وبقت في ايد شخص او شخصين او ما الى ذلك؟ هل في 10,000 واحد عملوا الفان اي دي بتاعهم انهم مشجعين لبيراميدز؟ هل ده موجود فعلا؟ يعني انا محتاج ادله تطلع تقول ان في فعلا 10,000 واحد حجزوا بالفان اي دي. ليه بقول الكلام ده؟ لان دلوقتي اصبح ان انت ممكن في ناس مجهوله ممكن تدخل المدرج. طيب هل من المنطقي دلوقتي ان اي واحد في ايده تذكره هيخش عادي للمدرج؟ مش لازم برضو يكون معاه فان اي دي وان هو مشجع لبيراميدز علشان يدخل المدرج. ما ينفعش دخول المدرج بدون الفان اي دي وبدون التذكره. هل هنشوف الناس بتدخل بالتذكره فقط لا غير؟ كمان سمعت ان اداره بيراميدز وجهت دعوه للاعبي الناشئين باولياء امورهم، بالناشئين بكل اعمارهم بكل حاجه علشان يحضروا المباراه. هنا دي حاجه كويسه، مفيش مشكله، املى الاماكن بتاعتك واملى المدرجات بتاعتك. ولكن الغريب بالنسبه لي واللي اثار الجدل بالنسبه لي هو فكره ان في تذاكر كتيره جدا من او ال 10,000 تقريبا بتوع بيراميدز ازاي طلعوا من غير الفان اي دي؟ ازاي اتحجزوا من غير الفان اي دي؟ دي نقطه مهمه جدا بالنسبه لي. مين الناس اللي هتدخل؟ ازاي هيدخلوا للمدرجات بالتذكره فقط بدون الفان اي دي؟ ولا الدنيا تبقى ماشيه ازاي؟ ولازم ولا بد ناخد بالنا من كل شخص داخل المدرجات. احنا بنقول يا هادي، بنقول بسم الله، عايزين الجمهور يرجع للمدرج من جديد، مش عايزين اي حد يدخل المدرج يخرب علينا رجوع الجمهور، يعطل عمليه رجوع الجمهور. مش عايزين ده ابدا. عايزين صوره حضاريه في نهائي كاس مصر بكره، عايزين نشوف جمهور واقف في المدرجات، عايزين نشوف ناس قاعده في المدرجات بتمثل مصر، بتمثل صورة مصر أولا وأخيرا، وبعدين الباقي يكون. نشوف مباراة على أرض الملعب أيا كان مين اللي هيفوز بيها، كل واحد نفسه فريقه المفضل هو اللي يفوز. ولكن أولا وأخيرا نتمنى خروج المباراة بشكل كويس، نتمنى ما يكونش فيه أي حاجة خطأ بتحصل بالنسبة لنقطة الجمهور. فتساؤلات كتير جدا بالنسبة لي. ال 10,000 تذكرة بتوع بيراميدز هيروحوا لمين وازاي؟ وهيدخلوا للمدرج ازاي بدون فان اي دي وانهم مشجعين لبيراميدز؟ دي تساؤلات كتيرة جدا بالنسبة لي، محتاج حد يجاوبني عليها. وازاي في اعداد كبيرة جدا من التذاكر في ايد شخص او شخصين هم اللي متحكمين فيها؟ كل ده انا محتاج اجابات عليه. حلقتنا خلصت، سلام.